صديقي، مين فينا ما جربش اجهزه ريلاكس او الريلاكس او الريلكس على حسب ما انت هتسميها؟ وانت بتنطقها، اذا كنت بتنطقها عربي هتلاقيها ريلاكس، لو بتنطقها انجليزي هتلاقيها ريلكس. معروفه وموجوده في كل حته. مين فينا ما دقهاش؟ كتير جدا. وكتير مننا جاب بهذا البدايه وخلاها معاه، وبسبب الكلوز سيستم خلى نفسه ان هو محبوس في حته ان هو لازم ينزل يجيب الكلوز سيستم عشان يعرف يفيب على هذه البدايه. يا اما كده يا اما يركنها والدنيا خلاص وقفت. لا يا صديقي، موضوع ليه ابعاد تاني وليه كلام تاني. النهارده احنا مش جايين نتكلم على ريلكس او ريلاكس، لا، النهارده جايين نتكلم على الار اكس كارتج بود او الار اكس بود اوبن سيستم لكل اجهزه الريلاكس. تعال نشوف بالنسبه للسبيكس لهذا الكارتج او هذا الكارتج اوبن سيستم اللي جايين نتكلم عليه. هو اسمه ار اكس بود. حلو الكلام. ده يباع حاليا لدى محلات او العباس، موجود وهتلاقيه في كل المحلات للفيب اللي موجوده في مصر خلال ايام. تلاقيه في كل حته موجود، يعني فوق ما انت متخيل. تعالوا نرجع للسبيكس بتاعته. بالنسبه للمقاومه 1.2. بالنسبه بقى للكباستي بتاعه ان هو بيتحط فيه قد ايه ليكويد 2 مللي، ودي حاجه قويه جدا. في ناس بتقول لي يا هبيد الكارش ده هيستحمل معايا قد ايه؟ هقول لك هيستحمل اكيد معاك اكتر من الكلوز سيستم. ده كارتش كلوز سيستم. كلوز سيستم بيبقى مهيأ ان هو ياخد 200 ل 270 250 نفس وهتلاقيه خلاص انتهى، لان الكويل سيراميك معمول لاستخدام الوان يوز. لكن الكارتش ده لا، هنا معمول من سبيكه الان اي، وقصه كده كبيره معموله في هذا الكارتش عشان يعيش معاك مده اطول بكتير مما انت متخيلها. يبقى كارتش فعلا اوبن سيستم، زي ان الجهاز يكون نزل اوبن سيستم، حاجه شبه كده. يعني لازم استخدم آلة حادة حرفيا عشان افتح هذا الكارتش، لان الجوده بتاعه القفل مش طبيعيه، يعني دي جوده غريبه. بالنسبه بقى للكارتش، تعال نجيب الاثنين جنب بعض. الاثنين يا جماعه نفس الطول ما عدا الدريب تيبس. هنا الدريب تيبس هنا احلى بكتير في الاوبن سيستم. مضمومه كده، تعرف تشرب منها. الموضوع جامد جدا. وهقول لك على حاجه بالنسبه للنفس، بس اتقل معايا صديقي. على بس نشوف فتح ازاي من الجنب. هنا في حته هي اللي هي لونها برتقاني زي ما انا لابس كده يا اخويا. والله مش عارف مطقم مع الكارتش النهارده. فتحناها كده صديقي، ايه تبقى زي البوابه. ننزلها على جنبها عشان نبتدي نملى. يا ترى هنملى ايه؟ انا وجهه نظري ان احنا نملى. بالنسبه لي هجرب النهارده ببارتندر التوباكو زبده بتاع البارتندر. انا بحب قوي قوي هذه الزجاجه. فري بيز 12. وانا يعني بتعمد احط هنا فري بيز، مع ان هنا ينفعوا السولت جدا، بس عشان اشوف الكارش هنا هتطلع فليفر شكله عامل ازاي. يعني دي حاجه مهمه، لازم نشوف الفليفرز. يطلع قويه، يطلع ها في هكه ولا هكه كده يعني. خدت فعليا ال 2 مللي مستريح. نركن دي كده على جنب ونمسك كده. ايوه هوبا. كارتش يعني اول حاجه ان الكارتش بتملي على طول. لقيت الفقاقيع ابتدت تطلع. تعالى نشوف شكلها. بص ده شكلها، ده شكل الاوبن سيستم. شكلها شياكه جدا، مطوله حتى الجهاز شويه اهي موجوده. تعالى بقى نشوف شكل الكلوز سيستم بتاعتها الصغيره. تبقى صغيره كده اهي، لكن هنا الاوبن سيستم بتاعت الار اكس بود شكلها حلو، شكلها عاجبني. يلا بينا ناخد اول باف ونشوف. انا الفليفر هنا حافظه جدا، واقدر اقول لك الكارج هنا هتأدي ولا لا. واو، ايه ده؟ الله 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 يا عبد الله. لا حلوه حلوه. التفاصيل والطبقات بتاعت الزبده بتاعت التوباكو باينه هنا جدا. حلوه قوي. بس عايز اجرب التجربه الفير جدا دي. تمام. قويه. برودكشن كلاود اللي انت شايفه ده يا صاحبي. احنا بقى قلنا ايه؟ عايزين نعمل حاجه قويه. كلمنا شركه ار اكس بود، وكلمنا كمان وكيلهم في مصر اول عباس. كلمناهم قلنا لهم عايزين نعمل حاجه قويه وحاجه كويسه. فقال لك يا هبيت انت تحب العرض يبقى ايه او يبقى شكله ايه؟ قلنا لهم يا جماعه عايزين الناس تجرب الاجهزه بتاعت ريلاكس وفي نفس الوقت تجرب الاوبن سيستم بتاعكم، لان ده حل هيبقى اقتصادي. البطاريه هنا 350 ملي امبير. المقاومه 1.2 يعني البطاريه هتقعد معاك 350، هتقعد معاك ممكن اليوم كله عادي. تتشحن في اقل من 30 دقيقه تلاقيها اتشحنت اكثر من 80% او 90%. ده اللي مكتوب عليها. تاخد فاست تشارج. يعني جهاز حلو بالنسبه للسعر اللي احنا جبناه لك مخصوص يا صديقي. هتقدر تجيبه من اول عباس، وهمنشنه لكم، احط لكم المنشن بتاعهم، واحط لكم كمان الموقع بتاع ار اكس عشان لو انت كتاجر عايز تجيب ار اكس تقدر تدخل على الموقع تعرف كل الحاجات عن الار اكس بود. احطها لكم كلها في الكومنتات.
بالنسبه بس للبندل اللي انت هتروح اول عباس ستور، تقدر كمان تطلب العرض ده اونلاين، تاخد ريلاكس وتاخد معاها 1 كارتج ب 500 جنيه. فده معاك بود اوبن سيستم 500 جنيه، رقم مجنون جدا. يا دوبك تحط فيه ليكويد، موضوع مفيش بعد كده، حلاوه الحلويات. بس ده كان كل اللي معانا النهارده للار اكس بود. وخلي بالك يا صديقي، هنقعد شويه، هنقعد فتره كده، ممكن اجي لكم على قبل العيد بشويه عشان اقول لكم الكارش دي قعدت معايا قد ايه، لان انا من النهارده هبتدي استخدمها استخدام هارد كور. هبتدي اشرب عليها معظم بعد الفطار، معظم الوقت اللي انا ببقى بقعد افيب فيه هديب على زي كارتش عشان اقول لكم هتقعد وهتصمد معايا قد ايه. وان شاء الله يعني انا نظريتي فيها انها ان شاء الله هتقعد وقت حلو مش وحش. فابقوا معنا عشان نشوف الار اكس بود بيقول ايه. سلام.